الموقف: أليف العدو يقدر بقوة فيلق من الجيش الإيراني، زائدا متطوعين من التعبئة وحرس خميني، تنويع القيام بهجوم واسع على قطاعاتنا في القاطع الأوسط من ساحة العمليات. قطاعاتنا تدافع عن الحدود الشرقية للوطن ولها مواقع دفاعية رصينة. الواجب: واجبنا تفجير مخازن عتاد العدو في منطقة بايطاق لغرض تأخير هجومه. العدو يعتمد بالأساس على مخازن العتاد هذه للقيام بهجوم المتوقع، ولا عودة إلا بعد تنفيذ الواجب. إخوان، كل قنبلة وكل طلقة موجودة في هذه المخازن هي موجهة إلى صدوركم وإلى صدور رفاقنا الآخرين، لذا يجب تدمير هذه المخازن تدميرا شاملا وكاملا. تفضل أسامة. شكرا سيدي. وصف الأرض اللي راح يتم عليها العمل هي أرض وعرة مثل ما تشوفون، تتخللها بعض المرتفعات، وهناك مرتفعات شاهقة حيث يكون الهدف. التنفيذ: تخرج دورية قتال من فوجنا بقوة 13 فدائي زائدا مصور سينمائي. أكيد تستغربون من وجود مصور ضمن القوة، لكن بالمقابل تصوروا مدى التأثير الإعلامي والتعبوي عن فيلم يصور مخازن عتاد العدو وهي تنفجر في عمق أراضي. لذا أرجو من عندكم أن تساعدون المصور ولو هو حيتعبكم شوية. تنتقل القوة بطائرة سمتية عند مكان الترجل قرب الرقم 1230 على بعد 15 كيلومتر عن الهدف، ثم تتقدم القوة بالركل المفرد وحسب طبيعة الأرض. العمل على الهدف: حسب معلوماتنا الهدف محاط بربايا وبأسلاك شائكة، والخطة كالآتي. ملازم وليد؟ نعم سيدي. فدائي ريسان؟ نعم سيدي. أنتم جماعة النسف والتخريب. فدائي حامد؟ نعم سيدي. فدائي غسان؟ نعم سيدي. أنتم جماعة فتح الثغرة وحمايتها. فدائي كامل؟ نعم سيدي. فدائي عباس؟ نعم سيدي. فدائي عز الدين؟ نعم سيدي. فدائي إسماعيل؟ نعم سيدي. أنتم جماعة معاملة الحرس. فدائي خالد؟ نعم سيدي. فدائي عبد الله؟ نعم سيدي. أنتم جماعة الإسناد. فدائي شهاب؟ نعم سيدي. أنت تحمل القادة إلى الطوارئ، يعني إذا جماعة النسف والتخريب ما تمكنوا بتنفيذ الواجب أنت عالج الموقف. نعم سيدي. فدائي ماجد؟ نعم سيدي. أنت تحمل جهاز اللاسلكي، ولكن يفرض الصمت اللاسلكي أثناء التقدم، ولا يخرق إلا عند حدوث حدث. سر الليل وصلوا. كلمة المرور: المنفذون. الله يساعدك. أهلا.
يبينهم لقيت لك موضوع. فعلا خوش موضوع، بس ربك حميد أنا مو وياهم ولا كانت كسرت. تريد الصدق؟ كان لازم تدخل دورة تدريب خاصة إذا فعلا تريد تجيب نتائج. لا لا لا، مو بس أنت، كل المصورين. أستاذ أسامة أنت لا تشوفني هيك. مصور حربي لازم يكون عسكري أولا. ده شوف ملازم وليد، مهندس مجند بس عسكري مضبوط. من أول أيام الحرب والمصورين بكل الجبهات وجابوا نتائج جيدة. صحيح سيدي، أنا من أول يوم الحرب شفت مصور أحمراني شعره أشيب وشايل كاميرا سينمائية. أنا عبالي أجنبي ما يفتهم عربي، قلت له صاحبي هذا المحروق الشيب إيش جابه لهنا؟ أشو هذا الأجنبي التفت علي وضحك وقال لي اللي جابك جاب لي. بس الصدق سيدي كلهم العفو استاذ لا تزعل، ايش قد طقوا لي صور ولا واحد منهم دز لي صوره واحده ابدا، بعدين اللي هسه ما طلعوني بالتلفزيون. بس هالمرة راح تطلع. بالمناسبة أستاذ أسامة ايش قال الرائد؟ ها هي راح تجي ويانا إذا تريدوا تطلب. أريد وأطلب وأتوسل بعد شو تريد؟ هسه أريد شاي. حاضر سيدي، الشاي جاهز بس أنا ما رحت أقاطعكم. شاي بس؟ معقولة رئيس عرفاء سلمان؟ لا سيدي، ويا بسكت وكيك وكعك. تعجبني رئيس عرفاء سلمان، أبو سوسن الورد. أبو سوسن الورد لو أبو سوسن الوردة. عفو سيدي، بنتي ما لها علاقة بالموضوع، لازم أخليها تكمل دراستها أول. تفضلوا سيدي. هناك والدنيا راح تصير ليل. احنا راح نشعل المنطقة حتى يصور براحته.
قلت أهلا ثم سهلا بك أنسي قد تكمل. قال صفني بجمالي. قلت سيدي شو صار السلطة؟ سيدي تسمح لي أكافئ الجواب قصيدة؟ ايه تفضل غسان. زارني ضيف وفي اليقظة أقبل. قلت أهلا ثم سهلا بك أنسي قد تكمل. قال صفني بجمالي. قلت ظبيا. قال أجمل. قلت وردا. قال إن الورد عند اللمس يدبل. قلت بدرا. قال إن البدر عند الفجر يكفل. قلت والحيرة دعني يا حبيبي أتأمل. سيروا بهذا الاتجاه، تحرك بسرعة. عارف كامل، هو ماكو شيء. لا سيدي ماكو شيء. زين لا تحرك بسرعة.
عارف كامل اشو صار في الخو؟ شيء؟ لا سيدي، بس أنا إيش قد طالع عمليات كل مرة من أعبر الحدود أحس القاع عبالك تريد تاكلني. أقول لنفسي عارف كامل لا تصير وهواسي، أشو القاع نفس القاع، لكن كذب سيدي ماكو أحن من قاع الوطن. أنا هسه عندي ريحة تراب العراق تسوى كل الدنيا. حتى عارف كامل صاير شاعر. لكن تريدون الصدق؟ هذه نفس مشاعري واعتقد نفس مشاعركم، لكن شو تسوي؟ غير احنا ندافع عن نفسنا؟ يعني هم لو قاعدين مثل الاوادم بدون حرشه وبدون تعدي كان هسه احنا قاعدين يم اهلنا. وهذا العتاد الموجود بالمخزن اللي راح ندمره لو ما يستخدموا ضدنا كان احنا شاعلين. ان شاء الله يخزنون كل سلاح الدنيا. يلا شباب نهض. سير في هذا الاتجاه، تحرك بسرعة. فوق تطلع من المكان بسرعة. نعم سيدي.
ابو العشكو. سيدي الجو غائم جزئيا مع احتمال سقوط سخاف مطر. والله ابو العز ما تصير لك شارع، دزيت لك شوف يا شكو ماكو لو تجيب لي نشره الانواع الجويه. سيدي ما تقبل غلط، امرك وتنفذ، وداير مدايرنا كل شيء ماكو صافيه دافيه، ولو بيها شويه قرصه برد. إذا استمر المطر على هالوضعية بس الله يدري شلون راح أصور. مصائب قوم عند قوم فوائده. يجوز إحنا هذا المطر يفيدنا. هذول عسكر جته أكيد هسه نايمين، لا حراسات ولا بطيخ. نروح ننفذ المهمة ونرجع هم عبالهم قراقيع. قراقيع والكاميرا غدت مي. هي ما جاء المطر إلا هسه، في مكان راحت. أنا عاد بس لاني شل. داد عبد الله ما عندك فلو أوت؟ ما اسمك يا أخي أنت؟ هي صيدلية أني خو مو صيدلية. عيسان ايش قد صار مشينا لي هسه؟ صار أكثر من 12 كيلومتر سيدي. أقول لك أنتوا بالسينما هم عندكم كاميرات ليلية؟ شنو يعني ليلية؟ شوف ذاك الناظور بيد ملازم أول أسامة. إيه هذا ناظور ليلي، هذا بالظهر ما تقدر تشوف بيه بوضوح. مو المهم الكاميرا ليلية أو نهارية، المهم المادة اللي راح نصورها هناك هي اللي راح تحدد. جماعة لا تستغرب، قوم انت تبقى هنا حتى تصور براحتك، لا تترك مكانك. حضرت نفسك للتصوير؟ ايش اصور؟ غيرتنا من اول؟ يجوز كشفنا العدو ونضطر نضرب المخزن بالقاذفة ونخلي العتاد البيشي يفجر شيء. يعني انتوا المخزن؟ نفس قصة شما خیلی خوب سگ میکشن. الو آقا این خطر دروغه، این در اومد سگ بیابون.
بایر گرفتیش. چقدر وقت هاش میره. وقت میون شب گردید. شما خیلی دست پاچه بشین. هر وقت دست پاچه چقدر مخبر رفتم بالاش. اومد آقا.
برادر بالا بکش. از خودت بکش خیلی خوب. بکش. بارک الله بارک الله. آره ببین از سيدي هذول مستمرين يحملون سيارات. زين، هذه آخر سيارة نسمح لهم بيها. زين سيدي. امروز روزی است پر از کار. برم از انبار خاطر جمع بشوم. خیلی خوب. سيدي هذا الباب مفتوح. فیصل کمی بر عقب برگرد. بازدار کجاست؟ بازدار این بازدار کشته شده. فرمان بازدار این بازدار کشته شده. بازدار اینجا پنهان شد. فرمانده کشتی را خبر میدهم.
اینجاست؟ پاسدار کشته شده اینجاست آقا. شما خوابیدید؟ پس تان کشته میشود؟ افسر خطر خابیدید؟ نفهم. مخزنه ها را تفتیش کرده؟ تفتیش خواهم کرد آقا. چی کار نکردی؟ ستوان دوام عطا. بلی سرکار. زود باشه، سکه‌ها بیرون کن. وجب تفتیش کن. سرکرد بهرام، تو تمام جاها را تفتیش کن. اطاعت بشود. زود باشی، هر کسی سرجاش برد. دقیقاً تفتیش کنید. کسی را نگذارید فرار کند. اینجا آقا، اینجا. خفتك الله. فوق المدخل سيدي، يلا بوليس تاون. غلام 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 بريس خوش هدف سيدي. هذا الأتات كله كانوا محضرين الهجوم علينا ابو الريس. يلا ليسان خومني في مشي. ترى عندنا مجال بعد 5 دقائق. لا سيدي ان شاء الله ما نسينا شيء.
هسه جايك. شاب. نعم سيدي. أنا راح أروح ونسى من هالجهة. فد لحظة سيدي، هسه. الله يخليك اتركني، انت تعذبني بدون فائده، انا منتهي. مو عيب ابو الرئيس، مو عيب. ادعي لك اخي، ادعي لك. اصبر لسان، اصبر لسان، اصبر سيدي. رسان أخوي، رسان وصلنا شوية أخوي. صوبت خالد. بسيط عبد الله، اصبر اخوي، وصلنا بس اصبر شويه. على كيفك على كيفك. بعد دقيقتين. سود بداخل بيرفيد فدقيقا جوز تجو كنيد من بيدرون بالي خراب كلامي نفهم. سود خلي خب بعيد بعيد. سود باش. سركر 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 دينا بك بيتا كاردم. من داز دور من داز دور. دينامات دينامات دينامات. هاجر كاردم. نجحت. توكلوا على الله. حامد اسمع اخوي، تاخذ غسان وتسحبون المصور بسرعه. اريدكم خلال 5 دقائق كم المثابه القريبه. اعتمد عليك اخوي. ماني سيدي. غسان يلا ابوي.
جويدة ابو جويدة، ابو لازم اول يقول يلا بسرعة. هسه وقت تصوير، وقت تحقيق يا على كيف تقول تكسر الكاميرا. عودة تفيدك الكاميرا. سيدي مجموعة عريف كامل وصلت. رزان استشهد سيدي. شباب، عبد الله شلون صار؟ سيدي من نظم الجرحى فقد الوعي. الله كريم، توكلوا بالله شباب. سيدي حامد تأخر سيدي، العدو بدأ يمشي في المناطق القريبة وأكيد يتجاوز مكان حامد. يعني العدو صار قريب من عندنا. سيدي إذا تسمح لي، الموقف واضح ما يتحمل انتظار. أنتوا توكلوا بالله، بس انطيني شهاب. أدعيناك سيدي، وموعدنا بالمثابة الأولى إن شاء الله. أرجوك سيدي.